مساء الخير أو صباح الخير أعزائي المشاهدين، على حسب ما بتشوفوني. أنا الصحفية مريم مختار، للناس الجديدة اللي لسه ما تعرفنيش أهلا وسهلا بيكم، منورين الجروب ومنورين القناة. اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. لايك وشير وكومنت وسبسكرايب علشان نشوف حريق هائل في محل اكسسوارات وتجميل في الدور الثاني بأحد العقارات في شارع بورسعيد، السكة الجديدة بحي غرب بمدينة أسيوط. الحادث أسفر عن احتراق جميع محتويات المحل دون وقوع أي إصابات بشرية. الحادث كان في الساعات الأولى من صباح اليوم، ومحافظ أسيوط بيتفقد موقع حادث حريق محل اكسسوارات تجميل ويوجه برفع آثاره ومعرفة الأسباب. غرفة الأزمات والعمليات المركزية بديوان عام المحافظة قد تلقت بلاغ يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، وانتقلت قوات الحماية المدنية للموقع وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمحلات والمباني المجاورة. كما تم فرض كردون أمني وإخلاء المبنى كإجراء احترازي وفصل المرافق عنه لحين الانتهاء من أعمال التبريد والتأمين الكامل. وتفقد موقع الحريق محافظ أسيوط ورئيس حي غرب، وأمروا بسرعة رفع آثار الحريق ومخلفاته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع التنسيق مع الأجهزة المعنية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق ورفع تقرير عاجل بشأن الواقعة. وأكد المحافظ على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين المنشآت التجارية حفاظا على الأرواح والممتلكات، موجها الشكر لرجال الحماية المدنية لسرعة الاستجابة والسيطرة على الحريق في وقت قياسي وقبل امتداده للمحلات المجاورة. الحمد لله ان مفيش اصابات، وربنا يعوض على صاحب المحل ويرزقه الخير ان شاء الله. كانت معاكم مريم مختار.